تعالوا النهارده نعمل اسرع صينيه بطاطس في ثواني كده بسرعه. هنعملها مع بعض. معانا هنا المكونات: قطع البطاطس غسلاها ومخرطاها، ومعانا هنا بصل على توم متخرط مع بعضه، بصل على توم، ومعانا هنا طماطم اللي هي القوطه او الطماطم على حسب ما بتقولوا عندكم. مش هنضربها في الخلاط، عايزين الكميه الغذائيه بتاعتها عاليه، ما بضربهاش في الخلاط الا لو هعمل صينيه بطاطس بالفراخ او بطاطس باللحمه، ساعتها بضربها في الخلاط. لكن عفوا، لكن عشان انا هعملها صينيه بطاطس عايزه القيمه الغذائيه تبقى عاليه فيها، فانا هخرطها، مش هضربها في الخلاط. ما بضربهاش في الخلاط الا لما هعمل بطاطس بالفراخ او صينيه بطاطس باللحمه. لكن كده عشان القيمه الغذائيه تبقى عاليه فيها بخرطها. بعملها ايه صينيه البطاطس. تعالوا بقى الخطوات بسرعه كده مع بعض. ومعانا زي ما انتم عارفين الزيت بقى والكمون والفلفل والملح والحاجات اللي بتتحط ايه للبطاطس. نمشي مع بعض بقى كده خطوه سريعه مع بعض كده.